مساء الفل. حلقة النهاردة صغيرة كده، أنا طالعة بس أقول لكم كلمتين كده تعليق على حاجة معينة. والمرة دي أنا مش طالعة حرق الدم ولا غيظ ولا أي حاجة، ولا الموضوع فارسني، ولا كنت متغاظة زي الحلقة اللي طلعت لكم فيها قبل كده ردا على الشخصية اللي أنا هتكلم عليها النهاردة. أنا طالعة النهاردة هتكلم على حاجة بسيطة بس تعقيب على اللي قالته الأستاذة ياسمين عز في حلقة من حلقات الهذيان بتاعها. تمام؟ أولا أنا مبدئيا انا اسفه في الكلمه، بس هي اقل من ان انا حتى ارد على اي كلام اللي قالته قبل كده كمان. يعني انا شفت حلقات كتيره قوي من ساعه ما رجعت من بعد رمضان، والناس كلها علقت والناس كلها اتريقت والكلام ده كله. انا مش هرد على الكلام ده. انا بصراحه انا شايفه يعني ان الحاجه التافهه او العقيمه اللي زي اللي بتعمله ياسمين عز ما يتردش عليه. يعني هي بامانه ربنا هي انسب حل ليها ان محدش يتفرج عليها، عشان اللي هي بتعمله ده يغور معاها. يعني يروح زي ما هي تروح في داهيه، مش مشكله. احنا اللي بنديها اهميه واحنا اللي بنديها ثمن. عندكم فضول تعرفوا اللي هي بتقوله وتتفرجوا على التخلف اللي هي بتقوله؟ تمام، خشوا اتفرجوا. بس الناس اللي بتعمل لايكات دي بتعمل لها لايكات ليه؟ يعني هل الناس اللي بتعمل لايكات دي مقتنعه بالكلام؟ حتى لو كانوا 40-50 مقتنعين بالكلام ده، وارد. لولا اختلاف الاذواق، بس دي مش اذواق. يعني ده صراحه انا مش شايفاه ذوق، ده انا شايفاه عايزه اجيب لكم لفظ كده يعني ينفع اللي هي بتقول. عايزه اسميها بلاعه. بلاعه بامانه ربنا. عارفين البلاعه لما طلعوها من الشارع بتطلع بلاوي؟ فهي بالظبط اللي ياسمين عز بتقوله لنا ده بيطلع بلاوي، حاجات كده مقرفه ما ينفعش واحد يتكلم عنها. مش هنعمل عقلنا بعقل حاجات بتطلع من بلاعه. تمام؟ انا مش طالعه عشان اتكلم على اللي هي بتقوله. انا طالعه عشان اتكلم على حاجه واحده بس، اعقب عليها واقول نصيحه للناس اللي بتتفرج عليا واللي بيشوفوها. تمام؟ انا هتكلم عن الحاجه دي لان انا شايفه ان انا يعني من مكاني هنا ان انا بقدم محتوى وفي نسبه معقوله من الناس بتتفرج عليا. فانا حاسه ان انا من واجبي ان انا انصح الناس بحاجه انا ممكن اكون شايفاها مش صح زي اللي هي بتقولها، او يعني مش هقول مش صح، يعني هو كالعاده وكنفس الكلام اللي بتقوله حاجه تخلف عقلي، يعني ما ينفعش تقول عليها غير كده. بس مش مشكله، احنا مش هنقول الفاظ وندي للحاجه اهم او اكتر من قيمتها. انا هوريكم حته من الفيديو اللي هي طالعه بتتكلم فيه، وبعد كده نعلق على الفيديو. مش عارفه ليه حساكي مزمزقه وانا بتكلم، يعني لسه حساكي مش لادد عليكي الموضوع. بالصعيدي يقولك مش لادد عليها الموضوع، يعني مش عاجبك الموضوع. مش هضغط عليكي، بس خليني اقولك بعض مزايا الجواز في بيت العيله، وفي النهايه هتكتشفي بنفسك ان اللي ما اتجوزتش في بيت حماتها الفرح والهنا فاتها، واللي ما اتجوزتش في بيت عيله جوزها هتفضل طول عمرها لو يا جوزها زي كده. نعلق بقى على اللي هي قالته. اللي هي قالته ده زي ما انا قلت لكم مجاري. هي بتتكلم من وجهه نظر ان هي عايزه تدافع عن الراجل وخلاص، عشان تكسب مشاهدات وتكسب فيوهات وتكسب تعاطف الرجاله معاها عادي. وفي رجاله لا مؤاخذه، يعني لا مؤاخذه، يعني مش عايزه اقول كلام يضايقكم او مش عايزه اقول كلام ما يصحش ان هو يتقال، بس في رجاله لا مؤاخذه ما بتصدق اي كلمه حلوه، ما بتصدق اي حاجه وخلاص تتقال. في رجاله كده وفي رجاله عاقله، وفي رجاله في الكومنتات بتشتمها كتير جدا. يعني ما يغركوش ان هي عشان بتتكلم وتدافع عن الرجاله فلازم كل الرجاله بتشكر فيها، لا. في رجاله كتير قوي بتشتمها، ده غير الستات. ماشي؟ اي حد عايز يتجوز ما ينفعش يعيش في بيت عيله، وما ينفعش يعيش مع حماته او حماتها. نصيحه مني، اي حد عايز يتجوز جديد ما ينفعش تعيش مع حماتك او ما ينفعش تعيش مع حماتك. الاتنين دول عارفين امين الشلبيه مرفوض، اهو مرفوض. هتقولوا لي كل الحموات وحشه؟ لا، مش كل الحموات وحشه. وحتى لو كانت كل الحموات ملاك ما ينفعش تعيش مع حد. خلي بالكم في استثناءات. الاستثناءات دي اللي هي ايه؟ الظروف حبكت ان مثلا يعني حماتي او حمات او حماتها تعيش معانا، حصلت ظروف قصوى انها لازم تيجي وتعيش معانا، ما عندهاش مكان تاني، ما عندهاش اي حاجه. في استثناءات. بس لو انت بايدك او انت بايدك انك تعيش لوحدك بعيد عن امك وهي بعيده عن امها، اعملوا كده. ما تعيشوش مع حد، واوعي تعيشي في بيت عيله. هتقولوا لي هي كده الناس وحشه، هي كده انت بتحرضي الناس انها تبعد عن اهلها. لا، انا مش بعمل كده، وانتوا اكيد فاهمين ان انا ما اقصدش كده. مفيش حد بيستريح مع حد، مفيش حد بيتوافق مع حد مهما كان انت طيب وهي طيبه، او انت طيبه وهي طيبه.
انا مفيش حاجه تجبرني ان انا اعيش مع حماية او حماتي الا لو الظروف قهريه جدا وخلتني استحمل ده. وفي اي فرصه هينفع ان هم يسيبوا المكان او انا اسيب المكان هعمل كده او هتعملي كده. مش هترتاحوا، وهيحصل مشاكل وهيحصل مصايب وهيحصل عدم راحه. كل حاجه، كل حاجه حرفيا مش هتستحملوها، وهيبقى بتخرب على نفسك وبتخربي على نفسك. هتقولوا لي طب الناس تتجوز ازاي؟ يعيشوا في ايجار جديد، استنوا لحد ما ربنا يفرج عليكم. ما تتجوزوش خالص، ما تتجوزوش خالص، اسمعوا كلامي، ما تتجوزوش خالص. الهذيان اللي هي بتقول عليه ده، دي انسانه مريضه. اللي ما عاشتش مع حماتها ما تبقى ما تتقابلش ما تهناش، ما تبقى ما تهنتش ما انبسطتش. ده كلام واحده بتخرف، واحده عايزه تاخد ترند وخلاص على عقول الناس اللي بتسمعها وعلى عقول التفاهه اللي بتسمعها. ما تسمعوش كلامها، ده اسفاف، ده بلاعه، بلاعه وطفحت في وش الناس. اوعوا تعملوا كده. نصيحه مني، امانه الله، نصيحه مني، ما تعملوش كده. ما تعيشوش مع حد. خلي بيتكم مقفول عليكم لوحدكم. مامتك حلوه، مامته حلوه طيبه ملاك، ان شاء الله يا رب تكون بتطير بجناحات. هيحصل مشاكل وهيحصل ان انتوا تحطوا بعض في مواقف لا تحسدوا عليها، ما كنتوش تتمنوا تتحطوا فيها. الراجل لما هيجي يختار بين حماته وبين مراته وبين مامته هيتحط في موقف زي الزفت، مش هيبقى عارف يبقى مع مين. هتقولوا لي بقى في ناس هتدافع وتقول لك لا ده لازم يقف مع مامته ضد مراته. ليه؟ هي مراته دي حلوفه؟ مراته دي مش بني ادمه؟ لا، مراته دي ما هي بني ادمه، وممكن تكون عندها حق على فكره. مش عشان امه يبقى ينصفها في الغلط، لا، بس انتوا هتحطوه في موقف انه لازم يدافع عن امه، او في ناس هتشوف كده. وفي راجل ممكن يبقى حقاني ويدافع عن مراته فهيجي على مامته. يعني لو هو ما سمعش كلام الاغلبيه انه لا لازم ماما، ولازم ماما تبقى فوق مراتي، ولازم تبقى ماما قبل مراتي، والكلام ده كله والكلام المحفوظ ده، لو وقف مع مراته على مامته هيبقى برضو بيظلم، وهيبقى برضو ممكن تكون مامته مظلومه ومراته هي اللي مش مظلومه. ايا كانت، محدش ينفع يعيش مع حد، حتى مامتك على فكره. يعني حتى لو انت مامتك وظروفك والدنيا لازم تخليك انك تقولي لا تعالي اعيش مع مامتي في البيت، لا، ما تعملوش كده. هتاخدي حريتك ازاي؟ هتاخد حريتك ازاي؟ انا نفسي افهم بس. يعني اللي بيتكلم ده وبيقول وبيدافع، احنا مشكلتنا يا جماعه ان احنا شعب حافظ مش فاهم. ما عندناش حاجه اسمها نفهم بالعقل المواقف ونقيم عليها. عندنا كله بزراميط، عندنا كله سايح على بعضه. في حاجات محفوظه يبقى خلاص نعملها، ماما وبابا والناس الكبار يتشالوا فوق الراس، وما ينفعش نغلطهم وما ينفعش نرميهم. انا ما قلتش غير كده ومش هينفع اقول غير كده. بس في ناس متعصبة فكريا، في ناس ما بتفكرش، بتاخد الاساسيات دي وتطبقها بغباء. يعني زي ما قلت لكم، موقف زي مثلا مامتي غلطانة ومراتي غلطانة، الراجل هيتصرف ازاي؟ اكيد طبعا لو هو بيتفكر بالاساسيات وباللوجيك، لا مامتي، يبقى ما ينفعش ان انا اظلم مامتي. طب ومراتك ايه؟ تترمي في الشارع؟ او مراتك دي تظلمها وتشتمها عادي وتبهدلها عادي؟ مراتي تستحمل. هو انا ما قلتلكش ترمي امك، انا ما قلتلكش تقول ان مامتك دي ترميها في الشارع ولا تعملها وحش، لا، اعملها كويس، اعملها حلو وشيلها فوق راسك. بس لما تيجي للحق وللعدل وللمنطق، ما دام مراتك مش غلطانه يبقى تيجي مع مامتك ليه؟ هو افترى وخلاص؟ ما هي مراتك دي بني ادمه وربنا وصاك عليها برضو، يبقى تقوم تبهدلها وتعذبها معاك عشان المفروض تقول ان القاعده ان ماما هي اللي صح؟ لا، ولا العكس، المفروض اقف مع مراتي وانصفها عشان ربنا وصاني على مراتي، والمفروض مراتي دي شايلاني وي 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 فاجي على مامتي؟ لا برضو. فانا ليه من الاول اتحط في الموقف ده؟ ليه من الاول اسمع كلام الناس اللي بتقول لا 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 عادي نعيش في بيت عيله وناس لا عيش مع مامتك او او مامتك؟ ليه؟ كل واحد في حاله، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. هتعيشي ازاي بحريتك؟ هتتكلمي ازاي مع جوزك براحتك؟ لازم هتتكلمي هتخشي اوضتك، لازم هتتكلم مع مراتك هتخش اوضتك. مش هتعرف تقعد باي حاجه في بيتك، مش هتعرفي تقعدي باي لبس في بيتك، مش هتعرفي تكلمي ولادك بحريتك قدام اي حد. مهما كان ولادك ما ينفعش يتعاقبوا او ما ينفعش حد يزعق لهم قدام ناس غريبه، حتى لو كانت تيتا وجده.
ايا كان، ما ينفعش تزعلي ولادك قدام حد حتى لو اقرب الناس ليهم. هتضطري تاخدي ولادك من ايديهم وتحطيهم في الاوضه وتكلميهم. عايزين تخرجوا انت وولادك وجوزك مثلا، يبقى لازم هتراعي ان في حد معاكي في البيت، لازم ما تتاخريش، لازم ما تتاخرش، لازم مش عارفه ايه. ليه اعمل كل ده؟ ليه احمل نفسي بحاجات انا مش قدها؟ وفي الاخر تقولوا المشاكل بتيجي منين والطلاق بيجي منين، والناس بتزهق من الستات بتاعتهم والرجاله بتاعتهم ليه؟ ما هو انتوا السبب. ما تحطوش النار جنب الكبريت وترجعوا تتكلموا. هتقولوا لي في ناس طيبه وفي حموات طيبه وفي اهالي طيبه، طيبين حلوين لاولادهم، للي يخصوهم. هتزور مامتك وهتودها وهتشيلها فوق راسك، ولو قصرت في حقها تبقى ابن جاحد، ولو قصرتي في حق اهلك تبقي بنت جحده. بس كل حاجه وخصوصيتها حلوه، كل حاجه في الوسط وفي المعقول وبالعقل حلوه. صدقوني انا المره دي لا طالعه اعلق على كلامها، ولا طالعه اقول حاجه على اللي هي بتقوله، ولا حتى متغاظه منها في اللي هي بتقوله. بس لا، انا خلاص يعني بطلت ان انا اهتم اصلا بالشخصيات اللي زي دي. الشخصيه اللي زي ياسمين عز دي فعلا اللي بيديها اهميه الناس. بس خلاص، انا هاجي ايه في ضمن الملايين اللي ممكن تكون بتتفرج على التفاهه دي؟ خلاص، بيتفرجوا على التفاهه دي وبيسمعوها. بس انا كل املي ان انا الناس اللي هتتفرج عليا انصحهم بحاجه انا شايفاها من وجهه نظري عامله ازاي، ارد على اللي هي بتقوله، عشان ممكن حد يقتنع بكلامها ويروح ينفذه، بتبقى مصيبه سودة. فده كل اللي همي. لكن غير كده هي ما تستاهلش اصلا ان الواحد يعاقب على كلامها، لانها اقل وابعد من كده بكتير قوي. وانا اصلا ما يهمنيش اصلا ان انا اعلق على اللي هي بتقوله. فلو سمحتوا، لو سمحتوا، بلاش كل حاجة نسمعها نطبقها كده، بلاش كل حاجة نفهمها في الدنيا أو نشوفها في الدنيا ناخدها عمياني، ناخدها كده مسلمات. ده مش إنجيل ولا قرآن. مفيش حاجة اسمها مسلمات غير لما تكون تفكر فيها بالعقل. ربنا اداكوا عقل، فكروا بيه، مش تطلعوا تحكموا خلاص وتطلعوا تنفذوا الكلام وخلاص. ما ينفعش. ربنا ميزنا بالعقل، ما ينفعش نستهتر بيه من كلام أي حد مهما كان الحد ده إيه. اسفه اني طولت عليكم، ما كنتش عايزه اطول، بس بصراحه الكلام خدني معاكم. يا رب تكون الحلقه استفدتوا منها وما كنتش تقيله عليكم ولا ضايقتكم بكلامي. متشكره جدا ليكم.